عاملين ايه؟ ازيكم؟ النهارده حلقة جديدة من حلقات تقوية الإرادة. قلت في آخر حلقة اللي فاتت هتكلم عن عوامل نفسية بتخليك إرادتك قوية. فيها سبب من أهم أسباب إن الواحد إرادته بتنزل إنه يعمل أي حاجة معينة. أما السبب ده إن المهمة اللي أنت بتقابلها، التاسك اللي عندك بيبقى صعب، بيبقى بايخ، دمه تقيل. كل ما الحاجة اللي أنت مطلوب منك تعملها تبقى دمها تقيل على قلبك، كل ما بتلاقي نفسك مكسل تعملها، في ضغط عليك كده، متضايق، زعلان، بالتالي ما بتعملش حاجة أو بتعمل ببطء شديد. اللي أنا هناقشه النهاردة كام طريقة كده لو عملناهم ساعة ما نواجه أي حاجة بايخة أو دمها تقيلة على قلبنا، الحاجة البايخة دي نقدر نعملها بكفاءة أحسن. طب إيه الحاجات دي؟ أول حاجة التخيل. مثلا بعمل تمرين رياضي دمه تقيل على قلبي، التمرين ده كل ما احس ان متضايق منه وقرفان منه، اعمل حاجه كنت قلتها قبل كده في المذاكره. غمض عينيك 5 دقايق واظبط النبه رن بعد 5 دقايق، ويا ريت تحط سدادات في ودانك وتخيل نفسك وانت قاعد تعمل التمرين ده وبأدق التفاصيل. اعمل كده، يعني مثلا بعد 40 عدة ورا بعض، تخيل نفسك وانت قاعد وبتعد 40 عدة ورا بعض، وريت تعدهم في سرك كمان وانت بتتخيل. في حاجه في علم النفس بتقول ايه؟ العقل البشري مع الاستغراق في التخيل لا يفرق بين الحقيقه والوهم. يعني في اول 5 دقايق تحس ان ده يعني كلام فارغ، لكن في اخر 5 دقايق هتحس فعلا نفسك بتعمل التمرين. اول ما المنبه بتاع الموبايل يرن بعد 5 دقايق بتفوق كده على طول، وبتحس فعلا ان انت مجهز انك انت تعمل التمرين ده، لان انت فعلا عقل اداك، ادى اوردر للعضلات ان هي فعلا في حاله استعداد للتمرين، وهي اتمرنت فعلا. كان في قصه قلتها حصلت، واحد عسكري امريكي تم القبض عليه في فيتنام وقعد مده كبيره في الحبس، وكان محبوس في صندوق. فيديو اسمه قوه التخيل موجود على النت، او قوه الخيال. محبوس في صندوق خشب معظم الوقت. خرج من السجن في فيتنام وراح دخل بطولة جولف أو راكت وأخد البطولة. قالوا انت ازاي اخدت البطولة وانت اصلا لسه خارج من السجن ومش مهيأ، يعني ما اتدربتش كويس؟ قال لهم كل يوم كنت وانا في السجن بتخيل ان انا في مباراة راكت بأدق التفاصيل. فلو انت استخدمت التكنيك ده، ما تيجي تواجه اي حاجة صعبة تغمض عينك وتتخيل انك انت بتعملها، هتلاقي نفسك محافظ انك تعملها، وتلاقي نفسك تبقى سهلة في ايدك. دي اول طريقة. الطريقة التانية الخطة المكتوبة. اي حاجة مطلوبة منك تعملها وحاسس ان دمها تقيل على قلبك، اكتبها. اكتب مثلا النهارده ان شاء الله يعني هاكل مثلا سلطه نص فرخه. ده اللي بيعمل دايت بيعمل كده. الطلبه بتوع السنه بيعملوا كده على طول، بيعملوا جداول المذاكره. العقل البشري بيلتزم بالخطه المكتوبه. اي حاجه انت عايز تعملها اكتبها، وانت تعلقها جنب السرير بتاعك، وتكون بخط واضح وكبير. يعني مثلا بكره هاكل كذا، اكتب بكره ان شاء الله هاكل كذا وكذا وكذا. قبل ما تنام على طول تقراها، واول باذن الله تصحى تقراها. دي برمجه عقلك. اي حاجه انت بتاخدها قبل النوم على طول، اول ما تصحى بتشوفها بتثبت في عقلك. يعني تكتبها وتشوفها قبل ما تنام، واول ما تصحى تشوفها بتدخل في عقلك، وبتلاقي نفسك خلاص مجهز ان انت تعمل كده، سواء دايت او مذاكره او اي حاجه. حتى لو وصلت ان انت تسجلها على الموبايل بصوتك، واول ما تصحى من النوم تسمعها على طول. يعني اظبطها كمنبه، وقبل ما تنام اسمعها على طول.
قبل ما تنام اسمعه على طول، اول ما تصحى اظبطها ان انت تسمعها كمنبه. المنبه خليه ايه بصوتك كده وكلام تسمعه اول ما تصحى. الحكايه دي تثبت في مخك فعلا، وتلاقي نفسك باذن الله فعلا بتمشي في الطريق ده. هاكل النهارده كذا وكذا وكذا، هتلاقي نفسك اتقفلت من الاكل التاني، بتبرمج من جواك ان انت خلاص. احنا بنتكلم في الست قوه الاراده، هدفنا اساسي ازاي ايه نخس. لسه ما دخلتش في التقنيات المتقدمه، بس دي تعتبر تقنيه منهم. انا عايز اخس، فبحاول اعمل زي ما بيعملوا جدول المذاكره بتوع الثانوي، اعمل كل يوم لنفسي اكل ايه، اكل ما بيخلينيش اتخن، او بكميات معينه، يعني نص فرخه مثلا، طبق سلطه، ما بكترش. طب انا عايز اظبط نفسي على كده، بحط جنب السرير بتاعي ورقه باللي هاكله بكره، بسمعه قبل ما انام، بقوله على الموبايل بسمعه اول ما اصحى. لو انا ظبطت ان هو اي منبه بدل ما يرن رنك، لا بس بيبقى كلام بيتكرر كل شويه، يلاقي نفسي بتبرمج على كده فعلا، ما بكونش غير كده فعلا. دي طريقه من الطرق، الخطه المكتوبه. ايه الطرق التانيه برضو؟ تقسيم المهم. كنت بتكلم قبل كده عن تقسيم المذاكره. طب ايه غير تقسيم المذاكره؟ بكل بساطه كده، حتى لو انت بتلعب رياضه بتعمل تمرين، في اشهر حاجه اسمها في التمرين ايه، ان انت بتعمل التمرين على مجموعات. ما بتعملش 100 عده ورا بعض، لا تعمل ايه، 5 مجموعات، كل المجموعات 20 عده. فاي حاجه بتواجهك تحس انها بايخه عليك، سواء مذاكره او تمرين رياضي او اي حاجه، قسم الحاجه دي، ما تعملهاش كلها على بعض مره واحده. وكل ما تخلص جزء ادي نفسك مكافاه. ايه المكافاه دي بقى؟ اي حاجه انت بتحبها اعملها. انا دايما بنصح، خد لك حته شوكولاته سودا. ايه فايده الشوكولاته السودا؟ الشوكولاته السودا علميا بتاثر على افراز ماده في المخ بتخلي الانسان يحس بالسعاده. وكل ما تحس انت سعيد وانت بتعمل حاجه دمها تقيل على قلبك، الحاجه دمها تقيل دي اللي بقى واخدها قدامك بتتقبلها. دايما حط في دماغك، اعمل كده مبدأ الارتباط، اربط الحاجه اللي دمها تقيل بحاجه بتحبها، مع الوقت الحاجه البايخه دي تقبلها، تبقى حلوه بالنسبه لك. بس بشرط ان انت تقسم الحاجه المبايخه دي، سواء تمرين رياضي او مذاكره او اي حاجه. دي نقطه تانية. ايه بعد كده؟ انك تتواجد وسط جماعه تشجعك. دايما بتشوف في الجيم اللي بيعمل تمرين بيكون واقف في وسط اصحابه، بيقدر يعمل تمرين كويس جدا. في حين عمل نفس التمرين في البيت بتقل كفاءته، لان في تشجيع. بكل بساطه كده، احنا لما بنيجي نصوم، لو انا بصوم في وسط ناس بلاقي كل واحد اللي ماسك سيجاره، اللي قاعد ياكل سندوتش، اللي بيشرب اي حاجه، وانت لوحدك اللي صايم فيهم، ايه اللي بيحصل لك؟ اللي بيحصل لك ساعتها انت بتفكر كتير ان انت تفطر، ما تكملش الصيام. فبكل بساطه كده، لازم على قد ما تقدر تتواجد في وسط ناس بيعملوا نفس الحاجه اللي انت بتعملها دي. يعني مثلا انا دلوقتي بعمل دايت، اشترك في جروبات الدايت على النت، وابقى واتكلم معاهم عن مشاكلك، فضفض بمشاكلك. هتلاقي اكتب مشكلتك في بوست، ان انا مش قادر ايه اللي انا التزم بالدايت ده. هتلاقي اكتر واحد يشجعك، اكتر واحد يقول لك ازاي التزم بطريقه الدايت دي. لما تلاقي التشجيع وتلاقي ناس بتقول لك ازاي تتصرف مع المشكله، وان انت كل شويه تبعت لهم تقول لهم انا مثلا خسيت النهارده نص كيلو، بعد يومين خسيت كيلو، كذا وكذا وكذا وكذا، هتلاقي نفسك بتكمل طريق الدايت. في حين انت لو عملت الدايت لوحدك او عملت التمرين لوحدك، ايه اللي بيحصل لك بكل بساطه كده؟ ساعات كتير بيجيلك انك خلاص رغم كده مش قادر اكمل، خلاص اقف. دي طريقه برضو من الطرق. فحاول تلاقي الجماعه دي ولو جروب على الفيسبوك. ايه النقطه اللي بعديها ونختم بيها حلقتنا؟ الموسيقى. وما ادراك ما الموسيقى المحفزه. في قصه، وقصه احمد خالد توفيق كان جايب لك في قصه من سفاري كده،
واحد صاحب علاء عايش في امريكا، دكتور ارثر شيلبي، ما كان قاعد في امريكا، كان بيقعد يجري وكان مشغل في حاطط في ودانه الهيدفون بتاع موسيقى بتاعت جولا فلاي ده بتاعت روكي. انا قريت بقى كتير عن تاثير الموسيقى المحفزه. بتعمل اي تمرين رياضي، بتعمل اي حاجه دمها تقيل على قلبك، حاول على قد ما تقدر اسمع حاجه دايما بتسمعها بتحس بقوه شديده. يعني موسيقى روكي بتاعت جونا فلاي ناو دي جميله جدا. اي موسيقى بتسمعها بتحس ان هي بتديك ايه، يعني اول ما تسمعها تحس كده بقوه جواك. اي اسمعها على طول وانت بتعمل حاجه دمها تقيل على قلبك. كل واحد فينا ليه الموسيقى اللي بتحسسه بايه، بالقوه. كان في الفيلم بتاع ليله سقوط بغداد مع حسن حسني، قال لاحمد عيد قال له ايه، قال له كل ما تحس دايما ان انت طاقتك ابتدت تنزل، اتفرج على المشاهد اللي في مصر بتخليك ايه، تقوى. زي ماشي بتاع جول مجدي عبد الغني لما جاب الجول في هولندا. هي دي الفكره كلها. دايما خلي في حاجه بتسمعها، الحاجه دي بتديك قوه شديده. دايما كل ما تسمعها تحس كده بطاقه جواك. اسمعها ساعه ما تعمل حاجه دمها تقيله على قلبك. كده خلصنا حلقه النهارده. الحلقه الجايه ان شاء الله هتكلم عن وسائل نفسيه تانية برضو بتديك ايه، الدافع اللي انت تكمل، تديك اراده اللي انت تكمل. عن اذنكم دلوقتي.